السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الإخوان غادي نهضروا على موضوع خطير وقصة مثيرة اللي شهدتها جماعة حد السوالم القريبة من مدينة الدار البيضاء. المكتب المركزي للأبحاث القضائية البسيج قدر يكشف مخطط إرهابي كبير وكان السبب في تفادي واحد الكارثة كانت غادي تهدد أمن واستقرار البلاد. كيفاش تم الكشاف ديالهم، شكون هما وشكون ممكن يكون كيعاونهم وشنو الهدف ديالهم، غادي نجاوبوا على كل هاد الأسئلة بالتفصيل. ولكن قبل ما تنساوش الإعجاب والاشتراك على بركة الله. في هذه اللحظات سالت عملية تفتيش في هذا المنزل ديال أحد ديال العائلات ديال ثلاثة الأشقاء. القصة الإخوان بدات من شكايات وشكوك اللي أثارها السلوك ديال بعض الأفراد بحد السوالم. السكان لاحظوا حركات غريبة، كيفاش كيتنقلوا هاد الناس بين المحلات كيشريو واحد المواد كيماوية من عند تجار محليين بحال الأسمدة وبعض المواد اللي كتدخل في صناعة المتفجرات. هاد الشكايات وصلت للمكتب المركزي للأبحاث القضائية البسيج اللي بدا كيراقبهم عن قرب، وهذا الشيء خلى البسيج يدير واحد العملية دقيقة فيها تنسيق كبير بين الأجهزة الأمنية حتى وصلوا لهاد الأشخاص وتم الاعتقال ديالهم. وهنا فين كاين مفاجأة، حيت تم العثور على مخزن فيه مواد خطيرة وأسلحة بيضاء وأدوات اللي كتحضر لصناعة المتفجرات. حنا مع الصباح صبحنا مع الفجار كاين واحد الاستنفاق امني في هذه منطقه حد السوالم اقامه بيجو. حنا استغربنا هادشي بان انا كنساكن كل هنا مسالمه كنتفاجئوا بان كاين شي حاجه ماشي هذيك، والحمد لله كاين الامن والحمد لله. حنا كنشكروا الشرطه بعدا اللي قايمه بالواجب ديالها، حنا فرحانين بهذا الشيء. مع دابا هاد الساكنه هنا كبيره بزاف والانسان مع الكرايه وداكشي شي داخل شي خارج ما كتعرفش الناس هنا شكون اللي كاري، ولكن الحمد لله البلاد ديالنا فيها الامن. المعتقلين لحد الان كاين 4 الاشخاص شباب كلهم مغاربه وعندهم ميولات للتطرف العنيف. المعلومات اللي خرجت من التحقيقات الاوليه كتقول بلي هاد الناس كانوا كيخططوا انهم ينفذوا عمليات ارهابيه كبيره داخل المغرب. والمفاجاه الكبرى الاخوان والاخوات هي ان جوج منهم كانوا كيقوموا بجولات استطلاعيه في واحد المناطق مختلفه وكيصوروا فيديوهات وكيجمعوا معلومات على هاد الاماكن اللي اصلا كانوا باغيين يستهدفوها في التفجيرات ديالهم. عندنا فيها رجال كيحرسوها رجال بلاد ديال الامن والامان. شكرا لحماة الوطن كانوا لهم بالمرصاد. كما كتشوفوا معنا جينا لاحد المنازل ديال العائله ديال الاشقاء الارهابيين. حنا كتقنا دابا الحي الرجاء، هنا الحي الرجاء كتوجد العائله ديالو بعد ما تم الاعتقال ديال زوج ديال النساء وشخص اللي هنا انتقلوا للحي الرجاء وكتوجد العائله ديالو. دابا هذه اللحظات الفرقه ديال التفتيش داخله كدير عمليه التفتيش، ولكن الرجال ان السكان استبشروا الخير بالزغاريد وفرحانين كيغاودوا كيهتفوا عاش الملك عاش الملك الله ياخذ الحق في الدار كيبغي يقتلنا. ما زالت عملية البحث جارية في هذه اللحظات هنا في منطقة حد السوالم.
مجهودات كبيره كيقوموا بها رجال الامن، مجهودات كبيره كيقوموا بها حماة الوطن. الوطن الملك. كما تشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في، الزغاريد ديال الساكنه فرحوا برجال الامن وفرحوا بهذه المجهودات اللي كيقوموا فيها. البسيجه الاخوان مازال كيقلب على العلاقات ديال هذه الخليه. التحقيقات الاوليه كتلمح باللي ممكن يكونوا مرتبطين بتنظيمات ارهابيه خارج المغرب، والجهات الامنيه كتشوف باللي المواد الكيماويه اللي كانوا كيستعملوها مشابهه اللي كيتبعوها التنظيمات الارهابيه، والخطه ديالهم كانت مركزه على صنع واحد المتفجرات باستخدام المواد الكيماويه اللي كانوا كيجمعوها وكيشريوها، وكانوا باغيين ينفذوا بها عمليات تفجيريه في اماكن فيها تجمعات ديال الناس، يعني الناس كانوا باغيين يصفيوها للبشر وبلا رحمه. ولكن بفضل المجهودات الكبيره ديال المكتب المركزي للابحاث القضائيه والاجهزه الامنيه المغربيه، هذا المخطط الاجرامي فشل قبل ما يوقع. الامن ديال البلاد كيبقى فوق كل اعتبار، والمغرب الحمد لله كيتعامل بحزم مع اي محاوله لضرب الاستقرار ديالو. شكرا لكم على المتابعه ديالكم، خليو تعليقاتكم ورايكم في الموضوع. واش كتعرفوا شي طرق اخرى لكشف هذه المخططات؟ شاركوها معنا. تهلاو في راسكم، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. خليت لكم الراحه، السلام عليكم.